رمضان جانا وفرحنا بو بعد غياب وبقاله زمان، غنوله شهر بطوله، غنوله أهلا رمضان رمضان. معانا ومعاكم. انت ترجع في وش الناس يا عم، انت قرفان مننا ليه؟ اصل انا ما اعرفش اقدم حد عادة، يعني انا مش الشخص هو انا اللي حد؟ المفروض. لا انت مش حد، انت صاحب البرنامج ده لو اعتبرنا ان ده الله برنامج. يخليك. بس لا ده شو. ده ايه؟ شو ده شو بالظبط. احنا جايين عاملين نعمل بالو كده، حالة توك شو. على التوك شو. لايلو، جايين نعمل لايلو ونمشي. ليلو لا 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 لا. لا لا. الله. باي رامز جلال اخو ياسر جلال الفنان العظيم طبعا، لعب بدور بس الرئيس. بس اللي قام بدور لمس اكتاف، بالظبط مسلسل لمس اكتاف، وقام مصارع بدور رحيم. قام بدور رحيم. رحيل طبعا، مسلسل رحيل. ما ادكش لما كان بيحمي الفنان حسن حسني بيحلق له شعره في الحمام كده، وعمال ومدحت يقص صالح له كان شعره. بيغني في الخلفية بتاعة الحمام غريبة. ايوه كانوا جايبين، كان مدحت في انا ابن الحمام ابويا. ما لوجيك يعني. شفنا ابوك تبقى فيه قلق. يعني فاهم، تحس ان هو بيشرح حالة الايه يعني دارك، مسلسل دارك. انا والله يا نور، انا حابب اقدمك كنور. بالظبط. صح ولا نقول الاسم التاني؟ يا والعباء. لا قدمني كنور، انا نور، انا انت نور فعلا. انا نور. الله يخليك. انت نور، منورنا يا نور. نور، بنورك يا حبيبي. نور صديقي العزيز اللي هو رفيق الدرب بقى والحاجات اللي هم بيقولوا عليها دي. نور، نور يا نور. بنورك يا نعم. محمد، وخليني اقول لك اللي انت بتعمله ده كمان 5 سنين هيكون اتعمل في 2023. ده ايه ده؟ يعني اللي انت بتعمله ده دلوقتي كمان 5 سنين الناس لما تفتح هتبص هتلاقي انه اتعمل سنة 2023. ده حقيقي فعلا. ما انت ايه ده انا ما كنتش واخد بالي، تصدق فعلا، لان الواحد لما بيجي يبص الموضوع كده تحس انه لا مستحيل، ازاي؟ صحيح. اكيد ده مش حقيقي. بس فعلا انت معاك حق. الناس لما تيجي تبص اللي احنا بنعمله النهارده ده هتقول لك ايه ده كان في 2023. يعني ما وهم يبقوا في 2028 which is ثواني احسن. ايه؟ من 23 ل 28 ل 28 5 سنين. 24 ثواني هعد اصابعي. 25 26 7 تصدق صح؟ انت فعلا ده حقيقي معروف. يعني 5 زائد 3 8 و3 زائد 5 8 بتشتغل صح والله. رمضان كريم يا نور، رمضان كريم بجد. الله اكرم، الله اكرم يا محمد بجد والله. رمضان كريم قوي على فكرة. رمضان كريم قوي مع بيبسي بقى، ايه رأيك؟ مع بيبسي رمضان كريم قوي قوي على طول مع بيبسي، زيد والكل يقول رمضان كريم قوي مع بيبسي. ده حاول اجيب لك السبونسر بتاع سبونسر. البرنامج. بالظبط. بمناسبة بفكرني كل شويه رمضان ناخد فاصل ونقول انا اسف هناخد بق بيبسي كده، فاهم؟ هناخد بيبسي اكيد. احنا اصلا يعني. البيبسي بعت لنا ازازة 2 لتر ونص، وبعت لنا الكامبين بتاعت رمضان 23 عشان ياخدوا رأينا فيها. صحيح. فهبقى احنا شفنا أبعتلك الاعلانات كده. قبل ما تنزل يا جماعه، وعايزين نقول لكم عاملين حاجه حلوه قوي، عاملين حاجة حلوة جدا يعني، وجايبين نجم انتوا كلكم بتحبوه جدا جدا كمان. الراجل ده فظيع. بمناسبة شهر رمضان كده، هتفطروا ايه اول يوم يا نور؟ يعني انتوا يعني احكي لي الاسطورة بتقول ايه في منزل عائلة نور، ومع الظروف اللي بتحصل دلوقتي هل الشكل اتغير ولا لسه زي ما هو ثابت؟ لانه انا بحس ان الناس في رمضان مهما كانت الاحوال سيئة لا هم لسه
بيعملوا نفس الحاجة اللي بيعملوها كل سنة، ان هم ينزلوا يجيبوا اكل وشرب وبتاع. تلاقي اول يوم رمضان ده افقر واحد في مصر بياكل حاجات بمبلغ يعني. خليني اقول لك ان دي الصورة المتصدرة للاسف، ودي اللي ايه بتخلي ناس كتير تقول لك واد بره عليه يا عم، ما بيقعدوا يدعوا الفقر ويجوا اول يوم تلاقي سفرهم عليها ومش عليها وبتاع. بس مش كل الناس كده، صدقني في ناس مش يعني مفيش خالص. وعايز اقول لك انا جاي منين. جامد. انا جاي منين دلوقتي، ولا انا جاي منين خلفيتي يعني. خلفيتك، انا عايز خلفيتك، عاي- عايز عايز اعرف عايز خلفيتك منين. انا هعرفك على خلفيتي كويس قوي. انا محمد جاي من بيت اه. الام اشتراكية اه. والاب ماركسي. حلو. تمام. اه. احنا السنة دي يا محمد يعني عايز اقول لك ال30 يوم مش هنقضيهم في البيت. ليه رايحين فين؟ مش رايحين فين، مش حكاية رايحين فين. اه. احنا مش هنفطر السنة دي يا محمد، وهننزل في الشوارع اعتصامات. هتعملوا اعتصامات؟ انت بتقولي من دلوقتي. انا بقول لك اهو من دلوقتي يا محمد. تمام. حلو، هتعملوا اعتصامات وبعدين؟ آم، وهنطالب بقى بان الناس دي لازم تاكل يا محمد. احنا مش هناكل ماشي. لو الناس ما اكلتش. انت بتشير للناس دي بايه بالظبط يعني؟ الناس مش لاقية تاكل يا محمد، الناس كلها. تمام، حلو جدا. انا هفتح ملف، انا عارف، هفتح ملف ساخن انا عارف. ما هو ملف ساخن جدا واحنا معناش جلوفز. بس انا بس عاوز اه. انا عايز ارجع لسؤالي تاني. هتفطروا ايه اول يوم رمضان؟ احنا ان شاء الله هنفطر، يعني احنا عادة متعودين، عادة عندنا كده. احنا اساسا اه. اقول لك خلفيتي بقى الحقيقية، احنا اساسا سوايسة. انت سوايس؟ احنا سوايسة اصلا. لا. فنحب السمك بقى، انت عارف السوايسة يحبوا السمك. انا طبعا اكيد. السوايس يحبوا السمك، والاسكندرانية يحبوا الكبدة، ايوه الجبنة التركي. يعني هما ما بيحبوش الجبنة التركي، بس ماشي يعني. خلينا نمشي انهم بيحبوا الجبنة التركي. هو آه... والكهروية مم. معروف بيحبوا ايه. خلاص بقى مش لازم نقولها. المهم يا سيدي، فاحنا نحب الاسماك قوي، يعني نحب نعشق البحر. انا دايما كانوا لما يسالوني وانت صغير كانوا دايما يقولوا لي لو ما كنتش انسان تحب تطلع ايه، اقول لهم سمكة بلطي. ف مم. ده طفل بريء نفسه يبقى سمكة بلطي، اكيد طبعا. قوي عشان اتحشي. ايوه اكيد اكيد، اي حد فينا من حقه ان هو اصلا يبقى نفسه يتحشي اساسا. انا عن نفسي ما احبش ان انا اتحشي بصراحه. مع انك بس في ناس اسكندراني يعني. عادي. ما انا برضو انا بحب اسكندرانية الاسماك كلهم والاسماك. بيتحشوا. بس احنا الاسماك اللي عندنا ما بتتحشيش قوي، فاهمين؟ انت بتتحشي جامد، ده انتوا عندكم جروبات لحشو والحاجات دي. اه. حشو ماشي. يعني فاهم، عندكم موضوع السمك ده تحبوا تحشوه قوي وفلفل وحاجات كده وبتاع وكزبرة ناشفة. وبنحب نشيل قشرته ونسيبه عريان عادة. لا لا، ايه يا عم بلاش ايحاءات بقى، احنا في رمضان المهم يعني. فاحنا ماشي. متعودين كل سنة كده ناكل سوشي. اول يوم اول يوم رمضان نفطر اول يوم سوشي. رمضان تاكلوا سوشي سمك ني؟ بنفطر سوشي. لا لا لا، ما بنبعد بقى عن الحاجات الساشيمي والحاجات دي، وبناكل يعني عادة بنطلب حاجات فرايد يعني. بس انا عندي سؤال. انت بتقولي ان انت سويسي من السويس، صح؟ من السويس اه. طب ازاي واحد سويسي بياكل سوشي؟ انا نعرف ان انت المفروض تبقى معتز اكتر ب... ابقى معتز. ابقى معتز تبقى ازاي؟ معتز بثقافتك السويسية، مم. وتاكل بقى، تاكل فاهم انت الحاجات اللي عندكم دي، تاكل بسارية بقى محمد اول طبق سوشي في العالم طلع من السويس، خليني احكي لك لو انت مش عارف. لا انا عايز اعرف قصة طبعا، يعني احب اعرف قصة اول طبق لو سوشي في لسه مش التاريخ. عارف ان السوشي اصله سويسي، روح هات مج شوربة السي فود بتاعتك وتعالى. بص يا ما محمد. بحب، ما عنديش شوربة سي فود، بس اعتبرني جبتها. لم ماشي، تعالى انا هعتبر ان اشرب من البيبسي السبونسر اللي جنبك ونتكلم ايه دلوقتي يا بتعمل؟ محمد. وانا كمان هشرب، اخد بق صوت. بيبسي اشرب صوت. صوت. صوته عالية 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 يعني عالية بجد اه. يا جماعة، اللي انتوا بتشربوه ده مش بيبسي معلش يعني. اه لا، ده بيبسي اللي احنا جايبينه ده يا جماعة، جايبينه من الامارات العربية المتحدة.
يعني اللي انتوا بتشربوه ده يعني اصلا ميه بسكر. تراش. احنا بنشرب حاجه طرش. احنا طرش الطرش. المهم طرش فعلا. لما حصل الاحتلال الياباني على السويس، حاسك حاسك متفاجئ يعني اتلخبطت. لا اتفضل. ايوه. خير في ايه؟ لا تمام. اصلا انا ما درستش اصلا. انا قعدت 4 سنين في ما كليه الاداب. درستش اصلا، واضح، لانك لو درست كانش بقى ده رد فعلك. انا دخلت كليه الاداب قسم تاريخ. ما عداش علينا الاحتلال الياباني للسويس خالص كنت خالص. كلية ايه؟ كلية ايه؟ ما ده التاريخ. انت ايه اطرش ولا ايه؟ جامعة ايه؟ جامعه السويس. قسم ايه؟ يعني ما علينا. عايز اقول لك يا محمد، انت اكيد ما كنتش بتحضر، معلش يعني انا اسف. لما فخليني بس اقول لك المعلومات. سنة 1935 لما حصل الاحتلال الياباني على السويس، اه واللي هو مات فيه ضحايا يعني من ابشع ما يمكن. كان في راجل بيصطاد كده، راجل سويسي اصيل جدا، اسمه عم مصطفى السويشي. مش السويسي، السويشي. ليه قصة اه يعني، لأنه كان من ده عيلة غالبا كان السويشي أساسا، غالبا من كان ديروت. قصة كبيرة. قال لك في مم. الصين. لا هو من عيلة في ديروت أساسا، اسمه عيلة السوايشة، معروفة يعني. ايوه المهم ايوه فالراجل ده كان بيصطاد قوت يومه عادي يعني، بيحط شوية جمبري كده على جنب، شوية كافيار، شوية كاليماري. اه واصطاد الحاجات دي وطالع بيها. قابله جندي ياباني وقال له، ساموراي. لا جندي ياباني عادي، اه وقال له مش عارف شندرم حاجه كده، يعني كلمه قبيحه، كلمه قبيحه بالياباني يعني، مش لازم نقولها، اه بس لو حد بيفهم ياباني هو اكيد فاهم قصدي يعني. اكيد. المهم، فهو الراجل اتخض، قال له عايز ايه؟ فهو افتكر عايز يعني يقتله او بتاع، من هنا لهنا اكتشف انه عايز يسرقه يعني. فقال له اه طب خد نص الاكل بتاعي. فاتفاجئ بالراجل بياكل السمك والجمبري نية. مع يعني هو في جيبه، جيب البدلة العسكرية، في حاجة طالعة كده قبة. فتح الجيب، طلع نص ليمونة، عصر على الحاجة وأكل. اه والراجل قاعد يصرخ ويقول كلام بالياباني سعادة بالغة يعني. راح كلم الجيش الياباني كله، وابتدوا يستعبدوا هذا الرجل السويسي الأصيل، اللي ابتدى يصطاد لهم كل يوم قوت يومهم من الجمبري والحاجات دي. هما ياكلوا ياكلوا ياكلوا. ابتدوا يزودوا بقى، يقول لك ايه، هات لنا رز. ما انت عارف طبعا الضيف لما بيبقى بجح بقى. ما هو في الاول كده بيخش ان هم ايه، والنبي خدنا عندك يومين، والنبي احنا مش اه، لاقيين ناكل. بعد كده يتشرطوا عليك، فيقول لك لا ده ارضنا اصلا هم قعدوا والسمك ده يتشرطوا على الراجل بتاعنا. كتير. صح. اه ده اللي حصل. ابتدوا بقى يعملوا رز. هما كانوا بيعملوا رز، لا ما اسف في الكلمة يعني، معجن شوية. لا واسف على ايه، ده معجن يعني. يعني ما يعني بتدي حق مش حلو. ايوه فالمهم كانوا يقعدوا يلفوا الجمبري على الرز، الى ان تطور السوشي للشكل اللي انت عارفه، وخدوا الاسم ده من الراجل يعني. وراحوا بقى عملوا القصة دي، خدوا كمية محترمة من الجمبري عندنا. اه حتى دي كانت حادثة شهيرة، اسمها يعني ما اسمها موقعة الروبيان الأكبر، لما حصلت، لما رموا ديناميت في البحر عشان يلموا كل الجمبري. ايوه صح، انا سمعت افتكرت انت عنها بقى، فعلا. ايوه. تلاقي ده اليوم اللي انت روحته. لموا كل ده اليوم الجمبري. ده تقريبا العيد السنوي بتاع السويس اظن. عيد، لا ده النكبة السنوية للسويس. ده بقى السويس المعلومة عندها اللي نكبة مش سنوية. عندنا. النكبة السنوية تلاقي الناس كلها ماشية اليوم ده أصلا لابس اسود. يعني لا لابسين عادي يعني، بس بيبقوا ماشيين في الشوارع منزعجين، ريحتهم زفرة. بيعصروا ليمون على بعضه. ايوه هنهزر بقى يا محمد، ما ده كلام مش منطقي. لا ريحتهم حلوة طبعا، أهل السويس ريحتهم حلوة يعني. طبعا احلى أهلي يا تحية عم، لأهل أهلي السويس اكيد. طبعا. المهم يا محمد، بيفضلوا يعني ما علينا، انت ليه دخلتني في القصة دي؟ نهايته يعني ان احنا ناكل السوشي اول يوم رمضان يعني. جميل بس يعني انا اعرف ان العائلات المصرية بتحب تاكل فراخ بط
يعني فاهم. احنا المواطن عيلة الغني كنتية يا شوية محمد. بياكل بط أول يوم، المواطن مم. أقل منه شوية بياكل فراخ. المواطن اللي مش لاقي ياكل ما بياكلش أصلا وبيفطر أول يوم مثلا، ما بيصومش فاهم. بيصوم من تاني يوم بقى عشان بيبقى أكل عادي فاهم. قشطة يعني. احنا عيلة مختلفة يمكن شوية، بنعتز بأصولنا القبطية. وأصولكم الأفريقية. القبطية. القبطية أيوة، انتوا أقباط. لا لا لا، بس أصولنا أقباط. انتوا مش أقباط ولكن أصولكم قبطية. بالظبط. طيب بتعمل إيه لما بيجي أول يوم رمضان يوم حد؟ بصلي في الكنيسة. بتصلي الساعة كام؟ بصلي الصلاتين، يعني بصلي الظهر أطلع الكنيسة. اه حلو. بتصوم ايه مش الصوم فاهم. الكبير؟ يعني مثلا لو تعارض صيام لا، رمضان مع بفطر صيام بصوم صيام رمضان العادي، بس لما بفطر باكل مع بقوليات. لا حلوة دي. لا برافو حلو. حلو. انت مش هتعجزني يعني. لا لا ابدا يعني، انا بس بحاول اتعرف على ثقافتك المختلفة عني تماما يعني. اتعرف، انا فرحان اصلا ان انا بكشف الاسرار دي، لان احنا عشنا فترة طويلة تحت تهديدات يا محمد. مين كان بيهددك؟ قول مين ما هددناش. مؤسسات كبيرة قوي في البلد، في راس كبيرة هددتنا، بس مش هينفع اه اقول الاسم. جاكي شان. حوت من انت ليه بتسخر من معاناة أسرة كانت على لا مش بسخر على من شفا معاناة الموت؟ أسرة والله، أنا بس بحاول أكون يعني مم. يعني فاهم، بحاول أكون معاك في أصل القصة جرحتني بتاعتك. يعني، والله يعني جرحتني باللي انت قلته. أنا آسف جدا ليك ولمشاعرك انا ولأسرتك يعني. والدي واخد طلقة في فخده. اه أنت واخد طلع فخدك؟ ولا والدي واخد طلقة في فخده. ألف سلامة على والدك. الله يسلمك يا حبيبي. فكرتني بصديق ليا كان واخد طلقة في فخده. كان لا خلاص مفيش داعي إن أنا أذكر هذه القصة. فبس قول لي انت ايه طقوسكوا في كمسلمين في رمضان؟ طقوسنا، إحنا بنصحى من النوم من الساعة 9 الصبح، بننزل ليه كده؟ عشان إحنا بنحب ناخد الصيام من أوله تحبوا يعني. فتش ده فتش بقى. لا بس فكرة إن أنت محتاج تعمل مجهود علشان يبقى الأجر أجرين تلاتة كمان يعني. أنت بتصحى بدري وبتصوم وبتقرأ قرآن انتوا بتاخدوا فلوس على وبتصلي الحاجات دي؟ بتاخدوا فلوس؟ وبتشتغل، فبتعمل كل حاجة ممكن تعملها عشان اوكي. أنت عبد صالح انا مش وفعلا. عبد حد، بس اوكي. وبقى يعني بتختلف بقى من شعب لشعب. فاحنا بننزل نشتغل ونعمل نكافح نستراجل الحاجات دي كلها. وبعد كده بنرجع على الفطار، نفطر يعني نرجع نفطر الساعة المغرب. مين بيعمل الفطار لما انتوا كلكم من 9 الصبح بتجروا في الشارع؟ الطباخ بتاعنا، عندنا طباخ في البيت. ده العبد الصالح بقى. ده العبد الصالح بتاعنا يعني. ده ايه، احنا ايه، احنا عميد رأس عبد ماليا. بتاع العبد. بالظبط. ما احنا عبد صالح لمين بقى؟ لمين؟ لرئيس الشركة اللي احنا شغالين فيها، ورئيس وراسكم. المصنع، ورئيس مش عارف الإدارة وهكذا يعني. فاحنا شغالين نايس. عند الناس دي، فالناس دي ايه واحنا في ناس شغالة عندنا، والناس اللي عندنا دي في ناس تحتيهم، لأن عمو الشيف بتاعنا تحتيه سفرجية وبواب. انتوا عندكم عمرو الشريف هو اللي بيطبخ؟ عمرو الشريف حلو. الواد التخين ده. آه... ماشي. كمل. طيب مبروك، بقيت عدو المليون ومئة ألف واحد. عادي يا عم، هقطع الحتة دي مش أزمة يعني. طيب يعني أنا عايزين نقعد نتكلم دلوقتي عن، يعني عايزين نتكلم عن أجواء رمضان والفرق ما بين دلوقتي وزمان. يعني ايه اللي اختلف طبعا. فعلا من وقتها لدلوقتي؟ ايه اللي خلانا احنا كأنا ونور مثلا الشباب اللي في السن بتاع حاليا العشرينات وكده،
والتلاتينات كمان. يعني اي حد فوق تقريبا ال 22 سنة او فوق ال 21 سنة مفتقد رمضان اللي كان من كام سنة، كان من فترة، من 10 سنين مثلا ولا حاجة. ايه الفرق؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي فقدناه في النص؟ عايز نتكلم بجد ولا عايز نتكلم لا، بجد؟ هنتكلم بجد. اللي هي الاولانيه ولا اللي هي الاولانيه دي؟ الأولانية مم. والله يعني يا استاذ اه محمد، طول ما الحاله كويسه الناس كويسه، ايوه، ده منطقي فعلا. طول ما في فلوس الناس سعيده ومبسوطه ومش اه شايله هم. طول ما الحاجه في المتناول فالناس برضو هاديه وراضيه. حتى لو كان وقتها الواحد بيقول برضو رمضان داخل وقطمة وسط ما واليوم انا يشوي واليوم بالظبط. يشوي. يعني انا كنت طول عايز اقول حياتنا لك هنفضل دلوقتي نقول انه كده. يعني ما هي نفس الشكوى بتحصل من وقتها، نفس الشكوى بتاعت الحاجة غالية. بالظبط، بس لو انت مرتبك 1000 جنيه وبتجيب حاجة رمضان ب500 600 جنيه، غير لما يبقى مرتبك 3000 جنيه وبتجيب حاجة رمضان ب12 صح، ألف جنيه معاك حق. فعلا دلوقتي ففرق للأسف ضخم. الحاجات الأساسية أساسا، يعني مش بس، يعني مش رفاهيات. يعني الأول كان الواحد لما بينزل يجيب حاجة رمضان، اليميش بتاع رمضان اللي هو البلح فكان نفسك كنت بتجيب القراصية البلح الدين والمشمشية ومش عارف ايه على والتين تين. ايه تاني، وقمر الدين والحاجات دي كلها والمكسرات وبتاع، بتجيبها من غير ما وبلح انت على ايه تبقى تين. قشطة عادي، دي حاجات احنا محتاجين نجيبها. دلوقتي الحاجات دي ما بقتش جاب قوي، يعني ممكن تجيب حاجتين منهم، ممكن تجيب حاجة واحدة، ممكن ما تجيبش اصلا. وحتى الحاجات الأساسية اللي صح. هي البلح والخروب والحاجات دي كلها بقيت بتقلل منها، رغم ان هي أساسيات. يعني ما بقتش قادر تغطي الأساسيات بتاعتك. ده ناهيك طبعا عن الرز والمكرونة وانت محتاج فراخ، محتاج لحمة. يعني ناس فاهم. يعني معروف أصلا إن كان دايما بيبقى معروف إن أول يوم رمضان في فرختين أو بطة، أو بطة وفرخة، على حسب كل عيلة متعودة على إيه. بس أو ديك يعني رومي، في ناس اللي هو العائلات الكبيرة تلاقيهم جايبين ديك رومي للعيلة كلها. إنما مؤخرا أنا ما أظنش أصلا إن في حد هيجيب فراخ يعني. مش عارف والله يعني. بس هو اديك اهو يعني بقعد بصلها من ناحية كتير. لو انت كأب شايل هم مصاريف رمضان، والأم شايلة هم برضه ان هي لما بتنزل تشتري حاجات اللي هي الحاجات بتاعة ف- السوق بقى اللي يعني الستات عادة ما بيحبوا هم أيوه اللي بالظبط. يجيبوها يعني. ان هي تنزل بقى تفاصل وتتكلم في حاجات كانت اللي ب2 بقى ب5، وبعد اسبوع بقى ب7، وبعد الناس اسبوع حتى بقى ما بقتش ب12 قادرة بشكل مجنون تفاصل جدا مش بالمناسبة مفهوم. يعني. لا لا بقى الناس كلها قرفانة. يعني زمان كنت تروح للبياع، البياع هو اللي يستقوى عليك وانت تا بتحاول دلوقتي الاتنين والله بيشكوا أيوه همهم بالظبط. يعني لبعض أنا يعني. أبويا دايما بيحكي لي إن هو بيحب دايما يروح السوق كده، فيجي يقول لي الناس في البياعين بيقول لك نعملوا إيه يا حاج، يعني الحال واقف مش عارف بالظبط. إيه. يعني حتى البياع نفسه اللي كان أحيانا بيبقى جبروت في وقت من الأوقات، وقت ما كانت الدنيا بتبقى ها فيها مشكلة بسيطة، ولكن كان في تحس ان البياعين احيانا كانوا بيسوقوها مع الناس. دلوقتي هم حتى ما عندهمش مساحة ان هم يسوقوا، لان هو لو زود سنة بسيطة هو مش هيبيع اصلا، هو اصلا دلوقتي ما بيبيعش، مش هيبيع بزخات. بالظبط. ما بالك لو زود بالظبط. بقى. بالظبط. فهو هي حالة عامة زي فاكر انت اه النوم في العسل، اللي هو لما حاجة واحدة سيطرت على الشعب وكانت حاجة زي. هو انت لما بتخلي توبيك معين يسيطر على الشعب كله، بكل الحاجات التانية بتتقفل. بقيت بلاحظ ان احنا مؤخرا بنطلع من ازمة كبيرة نخش في ازمة كبيرة، وهي نفس الازمة. بحس ان احنا مؤخرا نعاني قوي 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 مع زيادة الاسعار كده. يحصل هدوء، تحس الناس فجأة مبقتش تتكلم عن زيادة الأسعار، كان الناس تقعد كل حديثها هو زيادة الأسعار. مؤخرا بقيت حاسس إن احنا بقالنا فترة طويلة قوي في الموضوع ده. هو اللي يعصبك ان احنا بقينا ماشيين بنمط، حتى في الغضب بقى عندنا نمط. يعني انت بقيت حافظ ان اه النهاردة هتصحى على تعويم مثلا او هتصحى على اسعار جديدة، فالناس تقعد يومين تلاتة تصيح والميمز تطلع واللطافة تطلع وتطوير النكت واللطافة الجميلة بتاعتنا دي والكام بوست الخيبانين التانيين اللي هم بتوع تقعد تجيب حاجات من 2013 وتقعد تقول شايفين يا جماعة كان اه بكذا وبقى بكذا يجي يقعدوا يجيبوا صور من 2000 و... و... وكذا مثلا للسوق والأسعار، اللي بص
معاك. نقطة الأسعار أنا بحس إن هي مش، يعني أنا مشكلتي مش في الأسعار بالمناسبة، إن أنا الأسعار أصلا الطبيعي إن هي بتزيد حتى في ظل وضع اقتصادي مربح أو وضع اقتصادي مستقر. يعني في أي مكان في العالم هو أصلا سلو الدنيا إنه الحاجات في ازدياد، خصوصا من طبيعي ساعة ما طلع فيه عملة يعني. صح. ولكن هي الأزمة في انت قادر تغطي الأسعار دي ولا مش قادر تغطيها. يعني هو ده المقياس. محدش بقى قادر لو انت يغطيها يا قادر محمد. تغطيها فهو مفيش أزمة. انا لو مش انت قادر اغطيها، ولا انت قادر تغطيها، ولا حد قادر بالظبط يغطيها. محدش قادر يغطيها، والناس عمالة ايه، تاخد اللي فيه النصيب يعني. بالظبط. اه الله ينور عليك. بس فاللي عايز اقوله لك يعني اللي هو ايه، قيسها بقى من كل الجوانب. اللي هو آم، الاب زي ما قلت لك شايل هم، الام شايله هم، فبالتالي ده بينعكس على الولاد. ف الولاد اللي هم اساسا دلوقتي بقوا قاعدين في الاوض ومش عارف ايه. احنا في يعني فلاش باك كده لو رجعنا، ف احنا في المرحلة دي كنا بنبقى في الشارع يعني. ده حقيقي يعني. يا عم انا راجل بومر وعايز اعمل نفسي مسن وبتاع، بس وقفة النزول في الشارع بيفرق في الطقس الرمضاني كله. صح. شئت ام ابيت ان انا اقعد دلوقتي اتفرج على ناس بتعمل زينة على تيك توك، زي ان انا انزل بنفسي انا اللي اعمل الحاجة. احنا نستعبط يعني؟ ليه قدامك الحاجة فتقعد تتفرج على حد بيعملها؟ ما ده مرض يعني. صح. و احنا كنا دايما كده تلاقينا في الشهر اللي قبل رمضان ده، يلا بقى كل شويه تلاقي حد يقول لك ها هتعملوا زينه امتى من سكان الشارع يعني. فاحنا بقى عشان احنا جامدين قوي، فلا يا عم ما تقلقش هنعمل وبتاع واستنوا وبتاع والكلام ده كله، لحد ما يجي ايه نبتدي بقى ايه نطلع نلم الفلوس. تلاقي الاطفال اللي اصغر مننا ملمومين حوالينا بقى، ها هتعملوا ايه. في شغف، كان في شغف من كل الاعمار اظن، حتى الناس اللي كانوا اكبر مننا صحيح. ان هم بطلوا يعملوا الحاجات دي واشغالهم وعائلاتهم وكده، تلاقيهم مهتمين يعرفوا انتوا عملتوا ايه، طب محتاجين حاجة، طب مش عارف ايه. ويوم يعني انا متذكر ان احنا كنا اليوم اللي احنا بنبتدي نعلق فيه الزينة قبل رمضان بكام يوم. يعني احنا دايما كنا بنسيب اخر حاجة اللي هي النور اللمض، كنا بنسيبها في اللي هو ليلة رمضان، ليلة قبل يوم، عشان نسهر وبتاع لآخر اليوم للساعة واحدة، الساعة واحدة ونص مثلا، والناس تطلع تتسحر وبتاع. لأن الناس اليوم ده بتبقى سهرانة كلها على عكس الأيام اللي قبلها يعني. فكنا اليوم ده بقى بنلاقي كل الناس الكبار اللي اللي هو الشباب الكبار اللي كانوا في الشارع وقتها كانوا بيتلموا وبتاع ويساعدونا، ونجيب سلم وبتاع ونبتدي نعلق النور، وهزار وضحك وكان بتبقى ليلة انت حرفيا بتستناها علشان الفايبس بتاعتها. انما دلوقتي بجد ليلة رمضان ملهاش اي فايبس، حتى الفترة اللي قبل رمضان نفسها ملهاش اي فايبس. الواحد بيتم اجباره ان هو ينزل يبص على الاسواق وعلى النور وعلى البتاع عشان يحس اي حاجه. مفيش يعني، انا بجبر نفسي ان انا اعمل كده، مش عارف حتى مش عارف احس باي حاجه. وهي الفايبز، هي الفايبز كانت بتيجي منين؟ ما هو دلوقتي انت قبل رمضان كنت بتيجي قبلها ب3 اسابيع مثلا حتى، تلاقي المحلات، المكاتب عادة بتبدأ بدري شوية، اه وبعد كده باقي المحلات التانية تلاقي فوانيس صح. بشكلها التقليدي الطبيعي اللي احنا من اول ما اخترعوا الفوانيس يعني. شكل النحاس. وكان بيبقى في حاجات شاذة دايما طبعا. لو مثلا السنة دي مش عارف في ترند ايه، وقتها لما كان ما كانش اسمه ترند طبعا يعني، بس كانت فكرة ان حاجة مثلا زي كرومبو، انا جبت كرومبو ده. زي كرومبو ده اظن دخل بيوت زي مصريه كرومبو. كتير يعني، لسه معايا لحد دلوقتي طب بتاع. كلنا عندنا حاجة ليها علاقة بفانوس كرومبو والحاجات دي. آه. وعندك كرومبو مش عارف بكار، في فوانيس عجيبة الشكل ملهاش علاقة بأي حاجة، يقولك فانوس تلاقيها شكل تليفون وبيقول أغنية إنجليزي، يقولك ده فانوس مش هو عارف ده ليه بس مفهومك يعني. للفانوس بيغني رمضان جانا. يعني وهو ايه الفانوس لما يبقى على شكل تليفون؟ صح. ليه فانوس؟ يعني فين الملمح اللي يقول انه فانوس؟ ما هو لا شكله فانوس ولا بيقول رمضان جانا، هتجيبه ليه؟ بس يعني في نقطه ايجابيه مؤخرا، انا وهي ان الفوانيس القديمه رجعت مسيطره تماما.
ما هو تقريبا حتى مفيش ده بقى غيرها، بيتعمل فيه حلب، اللي هو انت بتحلب النوستالجيا عشان تبيع وتكسب فلوس، وبقت مش غاليه علشان تحس بالفايب للاسف. بتاعتها. يعني هي زمان ما كانتش بتتباع اه اصلا. يعني انت يعني انت بترجع لي حاجه اوريدي كانت موجوده، بس بترجع لي دلوقتي ان هي ترندي، نوستالجيا، عيش النوستالجيا وابيعها لك بثلاث اربع اضعاف. احنا بيتم التعامل ان احنا سياح في بلدنا يا محمد، بيتباع لنا الكالتشر بتاعتنا ان احنا نعيشها انت مجنون، انت ما كانت موجوده. انت فما علينا يعني نتجاوز النقطه دي. علشان اغلب الناس البياع برضو بقت دلوقتي، بقت غاويه بشكل، بقت عايزه الحته طب دي. ما هو ده، لو انا جبت ما الفانوس هو اللي انت هو انت الرمضاني دلوقتي لو القديم قدامك، وصورته وبتاع. ماشي يا عم، انت دلوقتي لو بيحصل قدامك حدث ومش بتشوف الحدث ده، بتعمل معاه ايكون، انت قاعد بتشوف الحدث من الكاميرا بتاعة الموبايل بتاعك، 50% من احساسك هيقل. اكيد. فهو ده اللي بيحصل، ان الناس دلوقتي بقت بتفكر في ان هي بقى هنجيب يا رمضان بقى تجارة شديدة جدا جدا، اللي هو انت دلوقتي يلا هنجيب الكنافة اللي من مش عارف منين، ولا اللي منين ولا منين ولا منين، ويلا بقى السنة دي، السنة اللي فاتت اتعملت باليميش، السنة دي هنعملها بأي بال أزرق طالع ترند عشان نصورها ونعمل منشن للمحل. ده رمضان، فانت هتتبسط برمضان ازاي؟ انت بتعمل نفسك كده تعمل كده عشان تاخد الصورة، انت بتاكل الكنافة، بعد كده تقوم جاي ايه، اول لما اللقطة تتاخد تقوم قافل وشك زي اي سايكو ورازع الكنافة ورازع الشوكة وما تكملهاش عشان طعمها زي الخرا اصلا، والمحل مخري فيها بس لمجرد ان شكلها يبقى حلو، وبيبيعها لك ب 300 400 جنيه. بعد كده تروح تصور المسلسل تنزله ستوري، بعد كده تروح تصور مش عارف ايه، والبياع بتاع الفوانيس عمال ينزل الحاجات، يقول لك بص يا باشا مش عارف ايه ماشي، عارف انها دي طريقة بيع حديثة، ما بقولش لا، بس ما تبقاش هي دي كل حاجة في الدنيا. فكل حاجة بقت فيك، حتى الشهر بقى فيك، حتى الصلاة فيه يا عم، في ناس بقت اللي هو تعالى الإسدال، اللي بتعمل إعلان لإسدال واللي بيعمل إعلان لسجادة صلاة. بيعملوا ركن كده في إيه؟ الشقه ويصوروا، يقول لك انا هو اصلا يعني يقعد طول يا الشهر عم، ما بيخشوش، فاهم؟ بس انا عملت الركن. يعني ايه، احسبوا لي بقى الصلاه بقى. فهو انت بتتكلم ان حتى ده بقى شيء ظاهري قوي عشان يتصور وبتاع، فما يعني لما تخلي جيل كامل ينشأ على ان يحس بالتواصل الرهيب الروحاني بتاع الشهر ده والحاجات الحلوة اللي فيه. احنا بننسى ان هو شهر دي يعني مناسبة دينية في الاساس. صح. ناس كتير قوي اعتقد بقت بتنسى حكاية ان هو مناسبة هي دينية. مناسبه احنا روحانيه تامه يعني. روحانية طبعا. فانت وانت صغير، اه يا عم، في كرتون وفي مسلسلات وفي طول عمر مرتبط عندنا بالاكل وبالحاجات دي، اه. بس برضو مرتبط عندك بصلاة فجر، بصلاة تراويح، مش عارف حاجات كده. والحرص على لكن موضوع صلاة دلوقتي في، الجماعة ده دايما بحس ان هو عادة عندنا في رمضان، يعني دايما تلاقي الجوامع في رمضان زحمة عن العادي. دلوقتي في واحد بيتمنى يلاقي الجامع فاضي عشان ينزلها، يقول لك الملاهي ممتلئة والجوامع فارغة. يعني حتى ده بقى كونتنت، فاهم؟ هو تفكيرك لكل حاجة بتحصل حواليك، ينفع تتصور ولا لا، ينفع تنزل ولا لا. فلما تخلي جيل كامل ينشأ على الفكرة دي ان رمضان للكونتنت، ده رمضان شهر الكونتنت، عارف انت اللي هو. الرقص والضحك والمشروبات والدي جي والحاجات دي كلها بشهر رمضان. تمام. يعني مفيش أي علاقة، ما احنا بنعمل نفس الحاجات دي في العادي أصلا، وعندنا كافيهات وبتقدم النوع ده. يمكن يعني بيقدموه بشكل أقل كمان. بس هو الفرق اللي مخليها رمضانية ان هي معمولة بالفابريكس بتاعت رمضان، اللي هي الحاجات اللي هي عارف انت، والحوار بتاع والمفرش اللي هو بتاع ما اكلتش رز ما اكلتش رز والكرنج ده. دي فيعني تنزل على كل فيسبوك بس يا جماعة. لا، بقت يعني تتباع ويتعمل بيها حاجات وبتاع. ولو تلاقي مسلسل مثلا لسه نجح السنة اللي فاتت على طول، فجأة بيطبع على الحاجات والناس بتشتريه، ايه يا جماعة في ايه؟ واكشن فيجرز حاجات شبه كده، يعني مش اكشن فيجرز بالظبط يعني، بس اللي هو مثلا لما بميت وش ده نجح، فتلاقي اللي هو ايه، مليونير على الفوانيس. طب ليه يعني؟ يعني هنخلي ده تشويه جزء كل حاجة، مش عارف هل ده عن عمد ولا ده غباء بصراحة يعني، بس لا هتحسبه اكيد مش غباء، احنا ما مش عن عندناش عمد، الحتة هو بتاعت مستحيل. العمد دي. مش عمد اذكياء ليه كفاية يعني؟ يعني. لا خالص، هو غباء، هو غباء. ونوع من انواع اللي هو، هي التجارة بص لما بتفتح معاك انت بتتحول الى شخص جاموسة، فاهم؟ انت ما عندكش انسانيات. يعني لو النهاردة كسبت 100 جنيه وانت كنتش متوقع انك تكسبها، فتبتدي تستوعب كده انا كسبت ال 100 جنيه دي ليه، فتقول لا، فتبتدي تستوعب ان علشان بعت كذا، فتيجي تاني يوم تقول طب ما ابيع من الحاجة دي
تلاتة واربعة وخمسة، اتباعت اه. كتير، طب ما جدد فيها، فبتكسب اكتر، فيبتدي الطمع يزيد كل ما انت بتكسب. فتلاقي الموضوع ابتدى من مثلا من 7 8 سنين بالديكوريشن بتاع رمضان اللي في البيوت، اللي هو الفانوس اللي مش عارف ايه، والمفارش اللي شكلها مش عارف ايه، وكانت حاجة لطيفة. ايه المشكلة انها تبقى تجارة وفي نفس الوقت فرحة، شكل من اشكال الفرحة. يتطور دلوقتي الى الاشكال اللي انت بتشوفها، تحس ان ده بيجهز الشقة، مش بيعمل حاجة عشان يفرح عياله. النهارده انا كنت في مشوار مع العيله وكده قلت لك، ونزلنا احنا هي ماما دايما معودانا يعني ان هي بتحب تنزل معانا انا واختي وكده. طبعا. الاماكن فيها الفوانيس والاماكن اللي فيها الحاجات وبتاع. أنا عندنا مكان اسمه منشيه حقانيه وبتاع طبعا. في اسكندريه. فهناك معروف اسواق فوانيس، اسواق يميش، اسواق مخللات، عطاره، الحاجات وكده. فتنزل اولا انت متعرفش تمشي اصلا من الزحمه يعني، وكمان فاهمك. الفرش كتير جدا، كل البايعين تقريبا بيبيعوا نفس الحاجات. آه فما تفهمش طب انت بتعمل ايه مختلف عن اللي جنبك يعني. و... وكلها بقى حاجات اللي هو ايه، مخدات ومفارش وستاير وهلال، مش عارف جواه نجمة ليد. فتسأله بكام، يقول لك ب250 جنيه. متخيل؟ وتيجي تسأل على فانوس صاج، ما هواش نحاس حتى زي زمان يعني، ده هو حاجة في الميديم في مقاسه، يقول لك 450 500 جنيه. انت متخيل ان انت حتى علشان الحاجات اللي هي المفروض اصلا رفاهيات وكمان يعني حاجة بتحسسنا بجو رمضان، وزمان ما كانش ليها سعر، ما كانش ليها سعر يعني. الحاجات دي احنا لما كنا بننزل نجيبها زمان ولا عشان ما كانش بتحس فيها ان انت محن. جبتها. لدرجة احنا كنا كل سنة بنجيب فانوس جديد، كل سنة كنا بنجيب فرع زينة جديد. ايوه يا محمد، عشان ما كانش فيها محن بجد، علشان اه زمان كان اقصى صح. شكل لفروع الزينة اللي هي بتنور دي، اللي هي بفيشة وبتاع، اللي هي على اه شكل فوانيس صغيرة. عارف انت صح. الشكل ده، او الحاجات اللي لما من النوع ده. تطورت شوية خدت دلوقتي بقى شكل بيعملها. اللومد اللي طالعة من حاجة زي الفاكهة أو النبات. بالظبط، اه، اللي عليها ورق غريب ده، اللي شبه العنب دي اه يعني. ده كان قمة الشقاوة وبتاع، وما كنتش حاسس بيها لأنها مش مكلفة بالفعل يعني. لكن دلوقتي هي بقت الترند يا محمد. انت وما انت انت كنتش دلوقتي لما وما بتفتح كنت انا اسف انا بقطعك، بس ما مم. كنتش كمان تحس انها لازمه يعني. الناس ما كانتش حاسه ان هي لازمه او محتاج يعملها عشان يوري حد، هو بيعملها عشان خالص. يفرح عياله الصغيرين ويبقى في منظر هي بهجه في النقطة دي البلكونه او في كلها البيت. بمجرد ما بيكبروا مبدئيا، الحاجات دي كانت معمرة جدا، بس اه بمجرد ما بيكبروا خلاص الحاجة دي بتتلم، وللأجيال بقى اللي جاية يعني. ممكن تلاقي ناس عندهم فانوس بقاله 20 سنة، ده بجد. هو يعني عارف، اوقات تلاقي عند جيرانك كده اللي هو ايه، لو انت مثلا ساكن في نفس المنطقه بقالك فتره طويله قوي، ممكن تلاقي جيرانك عندهم اه نفس الفانوس، هو ما بيتغيرش بقاله 10 سنين. ده حقيقي، انا ده حصل فعلا. أنا كنت بشوف دايما البلكونه اللي جنبنا بيعلقوا نفس الفانوس، بقالهم من دي وانا اتولدت تقريبا، وقدرت ألمح بالظبط. البلكونه بتاعتهم هم حاطين نفس الفانوس. هو طقس يا محمد، اللي عايز يعمل طقس ما بيقعدش يركز في الحاجات الجانبيه، بيركز في صح. الطقس نفسه. فاهم قصدي؟ الطقس نفسه هو ان احنا نتلم مع بعض، وكلمي فلانه، كلمي اخوكي شوفي هيعرف يجي لنا اول يوم رمضان ولا لا، كلم فلان، كلم علان، علشان نقعد زي الناس المحترمه، نبص خلق بعض ونتكلم، ونهزر وناكل ونقول ونفطر رأينا في سوا الأكل، ونفطر سوا ونخلص ونقعد نتفرج على حلقة مش عارف ايه، نخلص وننزل نصلي مع بعض. ده الشهر. لكن دلوقتي الموضوع تحول إلى أنا كنت قاعدة وفاتحة الستوريز، لقيت الفلانة الفلانية البلوجر منزلة روتيني قبل رمضان. في حاجة اسمها روتيني قبل رمضان يا جماعة؟ مش طول عمرها اسمها إن احنا عايزين نشتري حاجات رمضان. فجأة بقى روتين، فجأة بقى ترند، فجأة بقى وكله عاوز حاجة لازم يروح نعملها. خيمة رمضان، وعاوز يروح مش عارف فين، وعاوز يصور كله يا ايه، محمد عاوز كل يصور الناس عاوزة. الفطار بتاعه وبتاع، عشان ده بقت ستوريز، وبقت كل الناس عايزه تبقى هكذا مشاهير يا اشياء. محمد، من الاخر كل الناس كل عايزه الناس تبقى عايزة بقى. مشاهير. صح، كل الناس كل الناس عايزة عايزه تبقى مشاهير، فانك تعمل شو. لما تلاقي ناس. احنا في دماغنا زمان كان المشهور ده هو ايه، اللي بيدخل مبنى الاذاعه والتلفزيون، او اللي بيدخل يعني مسبيرو، فاهم انت؟ ده مكان الشهره. اللي بيطلع دلوقتي تلفزيون انت اه. بيطلع تلفزيون. لكن انت دلوقتي بقيت شخص عادي جدا اهو. ممكن دلوقتي ربنا يكرمك وتعمل فيديو في التاني في التالت تبقى مشهور، والناس بتطلبك بالاسم وحاجات، ربنا يكرمك. ولكن انا دلوقتي كواحد عادي زيك ومجنون شهرة،
لما الاقيك بتعمل كده اقول هو احسن مني في ايه؟ ليه يعني اشمعنى هو؟ فابتدي اشوف انت بتلبس ايه وبتاكل ايه وبتشرب ايه وبتروح فين وعربيتك شكلها عامل ازاي، بيتك عامل ازاي، صح. هدومك عامل ازاي، روتينك عامل ازاي، اي حاجه تجيبها انا تجيب زيها. يمكن ربنا يكرمني وتضرب معايا وابقى زيك. فدلوقتي انا والحاجات دي اعتقد بتبدأ عند البنات والاطفال اكتر، يعني المراهقين والبنات. البنت لما تشوف فلانة الفلانية منزلة فيديو وهي بتشتري مش عارف ايه وبتاع، انا عايز اشتري زيها. والمراهق لما بيشوف برضو حد، بيبقى هو اكتر فئة مؤثرة ان هو يزن على اهله هاتولي الحاجة دي. فتبدأ الحاجة دي تنتشر، فلما تنتشر وتنجح سعرها يغلى السنة اللي بعدها، فنبتدي نطور فيها. انت كل حاجة ممكن اعتقد يعني ممكن تبتدي تمسك الحاجات دي من عند مثلا الكنافة. يعني ممكن نعمل نظرية الكنافة. فاكر امم انت لما الكنافة كانت كنافة في البيت؟ هي الكنافة كنت بتجيبها من عند الراجل، يا اما اللي هي الرش، اللي هي نية وبتعملها في يا اما البيت. العادي، هي وبتجيبها. بتعملها انت في البيت، هي بتشتريها جاهزة مثلا، بس هي كنافة 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 بالايه، كنافة اه بس بالعسل. الاغلب كنت بتروح عند الراجل امم تجيبها زيها زي القطايف كده وتعملها في البيت بالظبط، وبتاع، تروح وتلاقي طبعا امك صينية. ايه وده عاملاها، طقس في حد ذاته. وحاطه فيها زبيب وجوز هند وبتاع، وعامله ما عليهم ده شربات طقس. ده وقضية. طقس. انتهينا. وانت قاعد بتتفرج على والدتك وهي قاعدة بتعمل الكنافة، اه وانت واقف بقى مستني امتى تخلص وبتبتدي ريحتها تطلع من الفرن كده، ريحة ده الكنافة طبعا. حقيقي. وت... كانت وتبتدي. دايما تتعمل وقت الفطار عشان بعد الفطار على طول ناكلها. بس كمان يعني انا عايز اعترف اعتراف كده ان انا كنت ياما كتير، يعني كتير قوي. فطرت في رمضان وانا صغير بسبب القطايف، كنت بحب اكلها نيه. اه طبعا طبعا. فالقطايف وهي نيه اصلا ريحتها عند الراجل مرعبه. مثيرة. فيها خبيث كده، او ولم ريحة خبزة حاجة اه معينة مثيرة كده، ما تفهمش او عامه وبتلظ كده. هي زي العيش كده لما بيخش النار، اول ما بيخش النار. اه صح. عارف انت لما تقف فعشان قدام بس. فرن وهو بيطلع عيش تحس ان انت عايز تاكل. ايوه، هي فيها الريحة دي. اه عشان بس ما افصلش بسرعه اقول لك، فتحولت الكنافه بعد شويه ان احنا تعالى نجيبها من بره. ف... بعد شويه من بره قال لك ده في كنافه بالمانجا، فيا كنافه بالمانجا ازاي ده؟ وبس وقد يعني عارف انت ده بقى بدايه المصيبه. والباقي نعرفه فجاه جميعا يعني. فجاه المانجا بقت باختراع جديد داخل لنا اسمه النوتيلا. فجأة شوية بقى في اختراع جديد اسمه اللوتس. فجأة طب تعالى لوتس على نوتيلا، طب تعالى نص لوتس ونص نوتيلا ونص بلح، طب نص نوتيلا ولوتس وبلح وكريم كراميل متدلعة. وكركديه في واحدة كده عند البياعة اسمها متدلعة، فيها كل الحاجات اللي طبعا ممكن تجيب المدلعة لأي دي حد السكر. حقيقي. المدلعة والشرقانة والغرقانة يعني عارف انت اسامي يعني عجيبة وسيكشوال جدا انها تبقى في رمضان. بس يعني في الاول وفي الاخر الناس بتروح تشتري الحاجات دي ليه؟ والله ما هم مش عارفين، اقسم لك بالله الناس مش في وعيها. بس انا عايز اقول الناس لك حاجة بتشتري كمان، انه الخيارات نفسها ما بقتش متاحة يعني. مش ما بقتش الكنافة متاحة. الطبيعية عشان يعني تلاقيها زمان بقى انت كنت صعب. تروح تقول انا عايز كنافة هيديك كنافة. بس دلوقتي انت بتبقى تخش، هو ما عندوش كنافة، هو عنده كنافة بكذا، انما ما عندوش كنافة لوحدها. لازم بيل كذا. لو قلت له كنافة فانت ما بس انت عايز يبتدي تشتري. يسأل عندك كنافة بس، فيقول له كنافة، يقول له كنافة بس لا انت بقيت غريب انت فاهم. ايه الكنافة بس دي؟ ايه الاختراع العجيب ده؟ ده ايه ده؟ اه فده يبين لك مدى انك بتحول الفولكلور الى تجارة. فبس بقى قيس على ده بقى الفوانيس الحاجات البلا بلا بلا، فما بقاش في حاجه ليها طعمها. أو بص، التجاره والفلوس لما بتدخل في اي حاجه بتفقدها معناها، لان انت بتبتدي انت هتركز في ايه؟ هتقعد تحس بقى وتعيش اللحظه والبتاع، ولا هتركز في الفلوس والبتاع ده لو انت تاجر. ولو انت مشتري زبون وانت فعلا زبون، يعني كلنا زباين بشكل او كل باخر. ده. بتبتدي تركيزك بقى ايه؟ هجيب فلوس منين علشان اعرف اجاري واواكب الناس اللي حواليا. فلما ده مهموم وده مهموم، هتتبسط امتى ولا هتركز امتى؟ صح. فما بقتش قادر حتى يعني، لا الناس قادرة تحس. يعني هو الموضوع رايح جاي، بمعنى انه الناس مش قادرة تحس برمضان عشان الناس اللي حواليهم مش عارفين يحسوا برمضان، لانه الناس دي مش حاسة برمضان عشان الناس اللي حواليهم مش عارفين يحسوا برمضان. يعني انت مش صح. حاسس برمضان عشان الناس اللي حواليك مش قادرة تعيش الفايبس، مش قادرة تجيب حاجة، مش قادرة تكون الناس بتاعت زمان. والناس دي كمان عشان حاسين انك نفس الشخص، انتوا كلكم شبه بعض دلوقتي، محدش قادر يعيش الحالة، فمحدش قادر يحس ان في حاجة مختلفة.
يا ف محمد زمان والله العظيم الواحد كان يعني كل الناس بتلاقيها قاعدة بتعد الأيام تعدي والحاجات دي. الايام. دلوقتي انت ممكن يعني مش عارف تلاقيها بتحصل في بيوت كتير، اللي هو تلاقي مثلا حد من البيت داخل، حد كبير من البيت داخل يقول هو رمضان بكرة ولا بعده، فحد يقول له بكرة، يقول له يا نهار أبيض بكرة. هو مش واخد باله، هو مش فاكر، هو مش مجمع، هو مش حاسبها، هو اتلهى يا عيني في الفلوس وفي الشراء وفي المروح وفي المجي وفي الشغل وفي الأسعار وفي ال... في الفولكلور اللي احنا عاملينه وفي الهيصة اللي احنا عاملينها. فيزعجك ده بقى انك لما تيجي تبص بره لحد دلوقتي مثلا في احتفالات عجيبة الشكل في بلدان العالم كلها، محافظين على الطقوس زي ما هي بالملي وما تحولتش لتجارة. عشان قادرين ناس قادرين يحسوا لسه، او قادرين يعني يحافظوا على الحتة بتاعت ان هو شهر روحاني 100%. فما ينفعش انت تحط فيه اي حاجة تانية مش كده. فانما كان احنا في عندنا هنا اي حد بيحاول يكسب فلوس. فحتى شهر رمضان اللي كان والناس بتحترم نفسها شوية وما بتدوسش في الحاجات دي، لا بقى خلاص بالنسبة لهم شهر رمضان ده بالعكس ده مكسب رمضان اكتر، ده المكسب دبل في اكتر. رمضان. اكتر من الحاجات التانية. كان ليا صديق يعني، كان شغال في كافيه وكده. ف كافيه بيقدم شيش وبيقدم حاجات وبتاع. فكنا بنتكلم وبتاع، فبيقول لي في رمضان يعني وكده، بنتكلم عن رمضان وكده. فقلت له يعني رمضان بيبقى الشغل اقل شويه عشان بتفتحوا بعد الفطار، بس ان قبل الفطار بيبقى معظم القهاوي والكافيهات قافله. قال لي بالعكس، قال لي رمضان ده شهر بنكسب فيه اكتر، لان الناس بتنزل بعد الفطار تاخد حاجات ما كانتش بتاخدها في العادي. صح. يعني بيشربوا حاجات، بيفتروا شويه. انت فاهم؟ في الديكوريشن برضه، عارف انت، يقول لك في ديكوريشن الشيشة، شيشه وفي بالبلح الحاجات اللي بقى. بره رمضان هي بالتالي بس. هندخل في النكهات بتاعت الشيشه، شيشه بالبلح غالبا والتمر بقى ان لم يكن في وشيشه. والله واحنا مش عارفين، في الشيخ اكيد خروب في، مثلا، اكيد مثلا او في مثلا بيغيروا الخيم. المية بخروب، حاجات كده لا ده كده يعني. يعني دارك. والله ما استبعدش، ما كده استبعدش يحط يعني. خروف في استنى البتاع. حد يعملها على تيك توك مثلا، يقول له بقول لك يا صاحبي ايه، وريني كده بقى. عارف انت الفيديوهات الكرنج دي اللي بتبدأ بان اه. واحد بيشتغل منهمك، واحد يدخل يقول له بقول لك يا صاحبي، يقول له ايه وريني كده بقى بتعمل الكذا ازاي، فما يقول له تعالى يا صاحبي. عارف انت النوع ده. فهي هتبدأ كده، واحد هيقول لحد مثلا بقول لك يا صاحبي وريني كده بتعمل الشيشة الكركديه ازاي، فيقول له تعالى يا صاحبي. فويس اوفر بقى على ايه، بيفتح شيشة بيملاها كركديه، بيقوم قافلها اه، ويقوم مش شبه حاطط الراجل المعسل. الاجنبي ده اللي بيعمل عصاير للحفلات. اه اللي هو بيقعد عصاير اللي فيها يحط حاجات خمور كتيرة دي. قوي على بعض اه ده اه. يقول لك ما هو تعملهاش يعني ما ده بيتعمل عندنا في مصر، في واحد بيعمل ده في مصر اصلا، بس يعني كويس. آه هي هتبتدي بالشكل ده. فيعني بقول لك كنت بشوف حاجة من فترة برضو، كان حاجة عيد حاجة تافهة جدا في المكسيك، اعتقد عيد حاجة ليها علاقة بالشطة يعني. اه هم عندهم عيد فعلا، بيقعدوا ياكلوا فيه اكل حامي، ده حقيقي. يا اسطى الناس دي بتتعامل مع العيد ده بشكل مقدس بشكل مش طبيعي، وبينزلوا يعني بيبقوا على سجيتهم جدا. ولما الناس دي دخلت صورت كانوا منزعجين من وجود تصوير. تخيل لو انت يعني، لا يعني لو فهموا ان في بلد عندها 30 يوم من الاحتفالات بهذا الشكل وقرروا يقلبوه لتجارة، احنا يبقى احنا بنعمل حتى بجد والله اللي الكفار مش بيعملوه. يعني الكفار بكل هم اللي مصدرين لنا اساسا مفهوم الكابيتاليزم، هم مش بيعملوا كده. يعني احنا وحشين قوي، آه وحشين قوي يا اسطى. رمضان دلوقتي بقى ايكوال، يلا نعمل حاجة في رمضان. مش يعني فاهم، لازم نعمل حاجة، لازم نعمل حاجة، لازم زينا نعمل كده، مشروع، لازم احنا نعمل. بنعمل حاجه في رمضان. يا عم يعني صدق هي احنا جت علينا موافقين. يعني يا بس اخي. بس احنا بجد والله مش كسبانين حاجة يعني، احنا كسبانين لا ايه خالص والله، ماديا انا من ده. صدقني يعني الحاجات اللي احنا بنعملها دلوقتي دي اصلا، انا بحس انه يعني انا عامه بحس انه طق الشهر ده حنك. مناسب جدا لانك تقعد تتكلم اه مع الناس، انك تقعد تفتح في اه مواضيع وتتكلم في حاجات وتسترجع ذكريات. يعني انا مثلا شهر رمضان بالنسبه لي هو شهر استرجاع ذكريات. ودايما نقعد نتكلم كده في البيت عن مش عارف فاكر يوم كذا، فاكر مش عارف كذا، وفاهم. صح. آه ولو يعني هو مرتبط دايما بيا بان انا بحاول اكون ان انا في الشهر ده بكون فريندلي اكتر من اي وقت تاني. اكيد. بكون بحس ان انا كده الحاله الروحانيه دي بتاخدني معاها. فاللي هو best تلاقيني بنزل version وباجي of وبروح yourself. مشاوير واجيب مم. فاهم انت.
صحيح. واتكلم، وتلاقيني اجتماعي اكتر من اي وقت تاني. يعني انا ممكن في صح. البيت مثلا اكون نص الوقت معاهم ونص الوقت مع نفسي وكده، انما لا، في رمضان بحس انا لا، محتاج اقعد معاهم اكتر حتى لو مفيش حاجة ممكن نتكلم فيها. عندك حق. آه يعني حتى الحتة دي عمالة بتنقص للأسف يعني. زمان بتنقص. ما اعرفش لو انت ما بتنقص عندك دي حاجة كويسة، بس انا قصدي زمان كان برضو رمضان مرتبط بحتة ايه. يا لسه بص، سخافة السوشيال ميديا برضو بجد في انها بتخليك تبقى احمق وتفتخر بحماقتك. يعني دي من صح. الحاجات المزعجة. يعني لا نظام ايه لما ابتدت البوستات القذرة تطلع اللي هي بتاعت ايه، يا جماعة رمضان قرب واللي زعلان مني هزعله اكتر. فابتدت تتطور الى مش عارف ايه، يا جماعة رمضان قرب واللي مش عارف ايه هطلع ميتين فاهم انت بقى ربط يعني. حتى دي بنطور فيها، اللي هو نبتدي مثلا كمان يعني رمضان الجاي ولا اللي بعده هنسيب دين لبعض بقى، اللي هو رمضان جاي هيخرج يلا من نسيب دين الملة. لبعض بمناسبة رمضان. اه هنخرج من الملة، نتسابق في الروشنة. فبرضه دي من الحاجات المزعجة يعني، اللي هو الفايب برضه بقت الروشنة. يلا نربط رمضان بان ايه يا عم، انت صح. رمضان شهر الخير، طب والله ما انا مسامح حد. لا انت حول مجنون يلا ولا هو. قوة. هو انت هتخسر يعني، انت ليه فاكر انك بتتحدى حد؟ انت مجنون، انت بتبوظ نفسك وحياتك وحياة اللي حواليك مقابل حفنة من اللايكات والخلل بلا قيمة يعني. صح. يعني انا فاكر انه انا يعني بجد يعني فعلا ده شيء مهم جدا ان انت تربط انتشار السوشيال ميديا في حياتنا كمصريين ب... بقلة كل حاجة كان فيها فايبس في حياتنا. يعني كان كل حاجة كان فيها فايبس دافية قلت تماما. يعني كل فاهم، يعني الانتشار بيزيد الفايبس تقل. لانه صح. بقت الناس كلها مهتمة هو هيجيب كام لايك، هو البوست بتاعه هيفايرل ولا لا، مش عارف هي فولورز، مش عارف هيعمل ايه. فاهم، كله بقى مهتم باللي على النت. طب حياته ويطلع هو لك بقى. الشخصية والفايبس بتاعت حياته وشكل حياته وعلاقاته بالناس وكونه شخص اجتماعي او لا او ايا كان، كل ده مش موجود. كل ده بيقل لحد ما انا حاسس ان وقت من الاوقات احنا هنبقى عبارة عن واقع افتراضي، مفيش واقع هو ده حقيقي اللي بيحصل، خلاص. ده فعلا هيحصل اللي بيحصل. والله جدا، والله هيحصل جدا. لو الناس مش واعية لقيمة حياتها دلوقتي، بجد بعد كده هيندموا على كل لحظة ضيعوها وهم ما كانوش واعيين لقيمة حياتهم، اللي بجد قيمة ان هو ينزل يقعد مع صحابه، يروح يزور حد، ي... يجمع قرايبه، يقعد مع اهله. الحاجات دي كلها هو يا ابني ضيعها انت في شوية بقى. بوستات ولايف على فيسبوك ومش عارف سيركل على تويتر و... اه بمناسبة تويتر يطلع وري لك بقى وري شوية العيال وريلز الملاحدة على ولاد الوسخة. انستجرام وفيديوز على تيك توك وكونتنت على يوتيوب. ايه اه يا جماعة، يا ما جماعة انت بمناسبة ايه يا تويتر جماعة، بس صباح عشان يعني الخير. حتة رمضان عشان نربط اللينكين ببعض يعني. يطلع لك بقى العيال بنت اللي هي فاكرة ان انت ايه، اللي هو الملحد الحراق، اللي هو معتقد ان هو حراق. هو مش حراق لحد يعني، فاهم؟ هو بجد مفيش اي حد مهتم بيه. آه. بس هو يطلع زي الخازوق كده، يقول لك ايه، النهارده بقى ايه رمضان دخل وهستمتع فشخ وانا بفطر قدام الناس الصايمه وبغيظهم. أوف. عارف طبعا الاشكال الوسخه دي طبعا بتنتشر بقالها كام سنه كده، تلاقيه فجاه او مصور فيديو كمان في الشارع وهو بيشرب سيجاره مثلا، يقول لك ها شايف يا ابني بيصوروا انت كمان تلاقيهم مصورين في حاله السجاير مزريه. ومنزلينها ستوري بقى، فاهم؟ يا بص، اه الحاجات دي. انا بشرب سيجارة في نهار رمضان. ايه انت اباوش. بص يعني انا مش هتكلم في عقاب الهي ولا حلال ولا حرام، كلوجيك حتى هثبت لك انك مخروق من جميع النواحي. انت لو رحت بلد الطقس بتاعها دلوقتي بيقولك ما تعملش الحاجة دي، هتعمل لي فيها مواطن ابيض. انا اسف ممكن تبقى تعمل تيت على الحتة دي او هنعمل تشيلها، تيت. بس هتعمل لي فيها مواطن ابيض وهتلتزم باللي هم فيه. ليه؟ عشان انا لقيتهم بيعملوا كذا فقلت اعمل زيهم عشان ابقى مواطن متحضر. انت هنا حتى مش راضي تفهم ان ده طقس، فاحتراما ليه امشي عليه، مش علشان حد لو يدرق يا عم الحد اكفر. هو انت يعني واقف عليك؟ انت ليه معتقد انه واقف عليك؟ اولع في 60 داهية. بس ما احترم الناس تحسسني. التانية. احترم الناس التانية يلا عامل لي في يلا عايز الناس تحترمك وانت بتعمل حاجة اساسا مش مقبولة، وعايز الناس ومش عايز تحترم الناس كلها وهي بتعمل حاجة مش مؤذية ليك في حاجة. يعني واحد خالص. صايم ده هو اللي تعبان يا عم، مؤذية ليك في ايه؟ انت تقوم جاي نازل مستفزه وقلل ادبك وتدخل في خناقات مع ناس على يعني لا، خناقات بلا قيمة يعني، ولكنها في الاول وفي الاخر العيال دي مريضة مريضة مريضة. والأسوأ
استغفر الله العظيم. الله، قول يا مولانا قول. صوته حلو الراجل. انا اول مره اركز معاه، بس تقريبا جديد لان انا فانا مش حاسس ان انا سمعت عندك الكلام، مش اول مره اكلمك الفجر يعني. عشان رمضان بقى. او بيغيروا عندكم الامام في رمضان. انا مش عرفني يا عم. اه صح، انت اول مره صحيح. بس يعني لوجيك، في ناس في اوقات بعض جوامع بتيجي قبل رمضان بيبقى فيها الحركه. انا اعرف ده عشان بيبقى ده الشخص بقى اللي هيصلي التراويح. ايوه صح. اصل فمش تخيل اي. ده يبقى كفر بقى قوي بقى لو كمان اللي هيصلي بينا التراويح يقعد كل ده مكفرنا والصوت ده، يعني فاهم. لا 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 لا، صعب قوي. انا عامه بالنسبه لي اصلا الصوت الكويس في الاذان وفي الصلاه وفي ده اصلا ده شيء اساسي. ده شيء اساسي. اكيد ما ينفعش اكيد يا تجيب لي واحد محمد. صوته وحش وخشن وما عندوش اي معرفه اصلا بان هو يتقن الصوت او يقول حاجه زي كده وتقول لي مش لا بقول ده لك يا بيقول محمد احنا كلام بقينا ربنا. ارهابيين. لا مش بقول عارف لك ايه احنا ده. والله بجد بقينا ارهابيين ومسلمين بطايق، بس كلنا تيجي تعالى اطلع قول الرأي ده دلوقتي طبعا. هياكلوك. انت جاهل لدرجة انك مش قادر تفهم الفرق ما بين انك تقول على كلام ربنا مزعج، وما بين ان انا بقول على اللي بيوصل كلام ربنا اللي ما ينفعش يوصل غير بأحسن طريقة، ان صوته هو اللي مزعج، اي. وان دي حاجة روحانية، والحاجة الروحانية ما ينفعش تتعمل في اجواء مكهربة. يعني انا ما ينفعش دلوقتي اصلي وفي حواليا ناس بتوع ربابيكيا مثلا، كده صح. انا كفرت وقلت لك الصلاة هي اللي وحشة. انت لو مخك ضيق للدرجة دي روح موت. البيئة اللي في مصر دلوقتي اللي فيها المسلمين بقت من الناس اللي فيها يعني، مم. وبعداتهم وبكلامهم البعيد، يعني كل البعد عن الدين أصلا. أغلب المسلمين دلوقتي اللي في مصر يخرجوا أي حد من الدين بتاعنا بمنتهى السهولة. جدا يخلوا الناس اللي ما يعرفوش حاجة عن الإسلام أصلا يقول لك إيه ده هو ده الدين أصلا. اللي هم يقعدوا بقى كل شوية مصدعيننا بيه يقولوا لنا إحنا دين السباحة والدين مش عارف إيه اللي أنت بتصدره دايما، والوش اللي أنت مصدره للناس اللي مش منك حتى. والكراهية اللي انت بتزرعها دايما في قلب اي حد اتجاه اي حاجة مش على مزاجك، وكأنك انت يعني كأنك انت راية الاسلام. فلو بالظبط. انت مفيش حاجة عجباك فاصبح الحاجة دي ما ينفعش تمشي. بالظبط فبقى شيء بشع جدا. فالناس تقولك لا يا عم شكرا على ايه، انا مش عايز ابقى منكم. انتوا بتقلبوا على منكم اصلا. يعني صح هي يعني دي احنا دلوقتي اصلا بنكفر وبنخرج ناس انت وبنتريق شايف على ناس الترند اللي طالع ده مننا. بتاع البنات اللي بتقلع الحجاب واللي عمالين يصوروا بطايقهم قبل الحجاب وبعد الحجاب والحاجات دي؟ ما اعرفش والله، بس يعني عبس. يعني انا ما بقولش رأيي في الترند، بس يعني ولا بدافع ولا ببرر، بس بقولك يعني دول ليه طلعوا دلوقتي؟ علشان انت بقالك شهر عمال بجد سايق فيها على موضوع خريان ملوش اي قيمة، فطلعت ناس في الريل لايف بقى، يعني فاهم انت؟ يعني انت جيت تهين واحدة حطت على راسها متر قماش، طلعتها دهانة الدين كله وانت ما تعرفش عنها اي حاجة. فاللي في الريل لايف بقى طلعوا لك قالوا لك طب اهو يا عم دي حتة القماش بتاعتك مش عايزينها. انت كده صحيت الملحد اللي جواهم يعني باسلوبك ده. إرهاب على كل النواحي، بمعنى إنه من أولها كده أنت شكلك مش تبعي، فأنا هشتمك وهخوض في عرضك وأهينك وأعمل كل الحاجات اللي ممكن تتعمل. وفي الآخر لو أنت رديت عليا مصيبتك سودة يعني، مصيبتك سودة. مم. يعني بلد الإرهاب مبقاش فيه كباب حتى، بقت بلد الإرهاب. اه والله العظيم. وفي حاجة غريبة قوي يعني بحاول اصيغها بشكل ما بقالي فترة ومش عارف، فخليني اجرب معاك كده. اتفضل. تفتح اي بوست، تعالى نفتح دلوقتي بشكل عشوائي جدا اي حاجة في اي حتة وافتح الكومنتات. اه. الناس كلها امهات ابهات كبار في السن يعني او على المعاش، شباب مراهقين، يمكن في بعض الاحيان اطفال، الناس كلها كاتبة ايات كاملة من القرآن
واحاديث كامله للرد والدفاع عن وجهه نظرهم. معلش ما يدخلش ذمتي بنكله ان في 600 كومنت، ال 600 شخص كلهم حافظين الحاجات دي. اذا الناس دي كلها بتعمل ايه؟ بتشوف بوست ممكن يتجاهلوه، لا انا عايز ارد عليه. طب ارد عليه بايه؟ ارد عليه بحاجه بتجيب لايكات. طب ايه بيجيب لايكات؟ السكه الحمصاني بقى بتاعت ربنا والدين والبتاع، عشان طبعا دي الحاجات اللي بيحب ربنا يضغط لايك. يا كس امك. يعني انا لما عملتش لايك ابقى كافر؟ لا اكيد، من غير نقاش. وطبعا يا جماعه عايزين نعرف في كام واحد بيحب النبي، فكل ما ندوس لايك بقى نجمع 300 لايك، في 300 بيحبوا النبي، واحد يشيل في اللايك بقى في حد عامل احصائيه 299. فاهم؟ في حد عمال يعد، فاهم؟ يعني فضحك يعني. فتلاقي مثلا واحد عايز يوصل لنفس الموضوع بس بصيغه مختلفه، يقول لك انا هاجم البوست. وهاجم البوست ازاي؟ هو البوست بيتكلم عن ايه؟ عن الكذا. طيب هدخل على جوجل بقى، حكم الدين في الكذا كذا، فلاقي ايات عن حكم الدين في الكذا كذا. اقوم واخد الايه كوبي، رازعها بيست في قلب الكومنت، وقافل الكومنت يعني وسايب الكومنت يعني. فالناس تبتدي ترد: بارك الله فيك، عظم الله شأنك، تعالى حتة عيل وسخ بلا أدنى قيمة في الحياة دخل جاب كلام كوبي بيست، الناس بقت بتعبده في الكومنتات. تعالى قول له اللي انت بتعمله ده اسمها تجرب كلام ربنا، الناس تاكلك. عملوا له مقام وعبدوه وفشخوك. انتوا يا جماعة لو مش جهلة، لو مش مغيبين، فانا مش عارف انتوا ممكن تتوصفوا بايه. ده انتوا تقول لي المسيح الدجال لما يجي مش هيتعب. هو المسيح الدجال لما يجي مش هيتعب منكم، مش هيتعب من اللي بترقص على تيك توك حمو بيكا. مش حمو بيكا، مش عرفك يا سيدي اللي بترقص يطلع يقول لك هو انت كل واحد فيكم يطلع يقول لي مش عرفك باللي في القلوب. ايوه يا حبيبي، ما هو ده كلام ربنا فعلا. انت مريض. هو ده كلام ربنا اللي انت مش عايز تقتنع بيه، لان انت عارف ان اللي جواك وساخه. لو فعلا ربنا بيحاسب باللي جوه القلوب انت هتروح في داهيه. انا نسألك اسئله بقى المهمه بقى، اه تمام؟ اسئله اه اللي هي الاسئله يعني. ايوه ماشي. ماشي. اسال. اسال. يعني ادي. هتتسحر ايه في رمضان؟ ده بقى يخرب بيت دماغك يا محمد. هتجيبوا زبادي؟ لا يا عم، انت عارف الزبادي بقى بكام؟ احنا عندنا البلدي بقت اظن ب3.5 تقريبا، حاجه كده، او ب4. يا نهار ابيض. اللي هو الصغيره خالص. وده البلدي. دي السنه اللي فاتت كانت ب2.5 جنيه. والسنه اللي قبلها كانت بجنيه 75. اظن تقريبا. او شايف ب2 جنيه التطور حاجه اللي كده. المفروض الحاجات دي ما تزيدش اصلا. يعني المفروض الحاجات دي المفروض تفضل ثابته 3 4 5 سنين مثلا، يعني المفروض وتزيد الزياده، يعني نص. اصلا يعني فكره الزياده اللي بتحصل دي المفروض تبقى على سكيل اوسع. يعني على 5 6 سنين نبتدي نشوف زياده نص جنيه ايوه جنيه بالظبط. مثلا. بس أنا فاكر زمان انما على سنه بتشوف زياده 3 4 جنيه. هبل. يا شباب في ايه؟ فاكر زمان لما كنت تدخل السوبر ماركت مثلا ايه، تقعد من 2012 ل 2015 بتشتري الدانت مثلا، دانت. نفس السعر. فتشتريها ب 2 جنيه، فتدخل في مره تديله 2 جنيه يقول لك فاضل نص، فانت يجيلك صاعقه من السماء كده، واه، زادت ده نص امتى ده؟ جنيه. دلوقتي انت بقيت تدخل ايه، تديله 5 جنيه يقول لك فاضل 2 جنيه، تجيله بكره تديله 7 جنيه يقول لك فاضل 4 جنيه. وانت اخر مره خلاص والله. فاهم انت؟ اخر مره والله. يعني ايوه. فلا لا لا. ما الحاجات دي برضه يا اسطى على فكره اعتقد بتقلل من وعي الناس بجد، لانك عشان تتاقلم على حاجات غريبه مخك لازم حته فيه تطفي. صح، يعني لما بتحصل، عارف انت اللي هو ايه، لما اديك كل الحاجات بسرعه فانت خلاص، فانت فصلت يعني. ما بقتش قادر تدرك كل الحاجات، يعني خلاص. يعني فكرة ان انا مثلا اغلي عليك الطبق ده مثلا كل 3 سنين او 4 سنين هغليهولك جنيه، فانت بتستوعب. انما دلوقتي انا بغليهولك كل شهر جنيه، فانت خلاص مع الوقت هتبتدي قشطة، مش هتسأل على السعر اصلا، هتديله هو يديك الباقي، ومش هتتفاجئ صح. هو خد وده كام. بينعكس في حاجات تانية، بينعكس في يعني صح. كوعي، بينعكس في حاجات تانية. لو تيجي بقى مثلا تتناقش مع حد في حاجة، هفهمه ليه يا عم هصدع، اسمعه ليه يا عم هتعب، كده يعني. خلي الشوية اللي في مخي ده حقيقي. فاضلين للخوازيق اللي هلبسها بكرة ال... يعني. ال... البرجين. ايه سيب البوركيني؟ البرجين.
برجي لا لا، ده قصة تانية، ده أزمة. سمعتها البوركيني. ده محتاج حلقة إن شاء الله. الصيف بقى بإذن الله، الصيف يجي نعمل حلقة عن البوركيني. نعمل حلقة البوركيني. أنا نفسي أحب البوركيني، بالنسبة لي سكسي أكتر من البكيني عادي. عشان كده حرام. البوركيني يعني لا هي أحسن، يعني أنا مش هوصلك وأنت يعني. تيجي نختم عشان أنا حاسس إن إحنا بقالنا كتير أوي بنتكلم. نختم؟ عايزين نختم. براحتك يا محمد، ليلة ليلتك. تعال نختم. تعال نقول إيه. ده بايلوت، فده مش ده ارتجال كله، احنا ما حضرناش اي حاجه قبل الحلقه. لم يتم كتابة أي من المواد السابقة. صحيح. ما كناش عارفين احنا رايحين نتكلم فيها، بس كان تجربه للموضوع، لان احنا ما كناش دي اول مره بالنسبه لي اشتغل في حاجه زي كده وآخر او اعمل مرة حاجه ليا زي إن شاء كده. الله. نعم. وآخر مرة معاك، أنا مش هطلع في البتاع ده تاني. هتطلع بشخصياتك التانية بقى اكيد يعني. هتطلع مره طلعنا بعبد الرحمن ابو زهره، مره بهاني رمزي، الحاجات دي ان شاء الله يعني. الحاجات دي الحاجات دي. مم. بس فكنا بنحاول نشوف ايه اللي هيحصل، او الصوت هيبقى عامل ازاي، والحاجات دي كلها، وايه اللي محتاجين نعدله ونحسنه وهكذا يعني. بس اظن الحلقات الجايه ممكن تبقى اقصر بكتير، ان هي هتبقى منظمه اكتر. آه و يعني معروفه هنتكلم فيها في ايه وكده، ومحددين وعارفين. اكيد مش سكريبتد يعني، ولكن عارفين هنقول ايه. ربنا يفتحها في وشك. ومش هكمل. الصوره اللي فيها القنبله يعني. بالظبط. بس فكان معكم محمد زغلول ونور محمد الجميل زغلول الحليوة. نور محمد زغلول ابني. بنتي ماتت. بت راحت مني. لما تنزل تشتري بيضة في 2050 تلاقي مثلا بيضة ساعتها تبقى ب4000 جنيه مثلا. البيضة تضيع منك. بيضتي راحت مني. انا مش عايز اعيش اليوم اللي نضطر نستخدم فيه الفيديو ده كميم على اللي انت قلته. يا عمي هيجي ان شاء الله، بس هنكون انا وانت تحت التراب باذن الله. يا عمي يا ريت نبقى تحت التراب. بس نلقاكم في حفلات اخرى وحلقات اخرى من بودكاست ملوش اسم. لا ده اسم طبعا. ايه انت كده كرييتيف يعني. لو اي حد مثلا يفتح يعمل برنامج يسميه البرنامج عشان انا ما بفكرش. انت كده كرييتيف يا اسطى. هل ده اسم برنامج؟ انت سميته كده، ولا هو ما كانش فعلا كنتش لاقي اسم فانت رحت قايل ان هو ملوش اسم؟ مثلا بقى. يعني هل دي حالة البرنامج ولا اسم البرنامج؟ دي حالة صاحب البرنامج. دي حالة صاحب البرنامج. بس السلام عليكم ورمضان كريم. اهلا برمضان.